ذي بدء مش عايزك تكون من الناس اللي جاية عشان تعرف معلومة بسرعة وتجري. بالعكس، أنا عايزك تسمع وتركز من باب إتقان العمل. وكمان أنت هتجري تروح على فين؟ ما أنت بتجري طول حياتك وطايح في الدنيا. استفدت إيه؟ هتشوف فيديو تاني وبسرعة برضه كده تأكد إن المحصلة هتكون صفر. يبقى مطلوب من سيادتك إنك تسيب كل اللي في إيديك وتهدى شوية. ما انت بقالك فترة طويلة وانت بتجري وما بطلتش جري. طب ايه رأيك؟ انا عايزك تجري وتسبق وتفوز وتحقق اللي بتحلم بيه، بس وانت عارف انت رايح فين. لكن الجري العشوائي ده انت نفسك اتأكدت انه كان اكبر مضيعة للوقت. عشان كده خلينا نكون متفقين اننا عايزين نعمل الصح ونتعود عليه. وعايزك تعرف انك ما اتولدتش فاشل، بالعكس ده انت بداية حياتك كانت مكللة بنجاح منقطع النظير، وانت لسه مجرد حيوان منوي لما كنت الوحيد اللي قدر يوصل للبويضة ويخترقها من بين الملايين اللي كانوا بيتسابقوا معاك، وانت اللي سبقت وفزت وبقيت انت. شفت بداياتك كانت حلوة ازاي؟ لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هو انت لما بداياتك كانت اسطورية كده، امال ايه اللي خايب امالك بالشكل ده؟ وعشان نجاوب على سؤال عملاق زي ده يبقى كان لازم نهدى شوية. انا جاي النهاردة عشان اقولك على شوية حاجات اي حد يقدر يعملها بإذن الله. يعني مفيش حاجة هتكون فوق طاقتك، بس في نفس الوقت محتاجين طاقتك دي تكون جاهزة، لانك هتتعب شوية. ما هو احنا ما عندناش حاجة سهلة، وكلامنا مش الكسالة، ولا احنا من النوع اللي وقت الجد بنحب الطبطبة. انت عشان تبدأ حياة مش هنقول ناجحة، لان مفيش حاجة ناجحة في كل حاجة، لكن هنقول حياة خالية من الأخطاء الكارثية. لازم تعرف إمكانياتك الأول، وعشان تعرف إمكانياتك هقولك على مثال وفكر فيه. تخيل إن أنت حالتك صعبة وظروفك المادية تعبانة على الآخر، وأنا عارف إنك لا بتتخيل ولا حاجة، ده واقع وعايشينه. المهم تخيل إن في الظروف دي موبايل سيادتك ضاع أو انسرق. طيب بعد ما تفشل كل محاولاتك إنك تلاقيه أو تسترجعه هتعمل إيه؟ أنا مش هقولك أنت هتعمل إيه، بس اللي متأكد منه إنك مش هتعيش بدون موبايل وهتتصرف، وفي النهاية خلال يوم أو يومين بالكتير هيكون معاك موبايل تاني. إزاي؟ دي بتاعتك أنت، لكن أنا ممكن أوضح لك جزء من الإجابة يبين لك الصورة أو يفهمك الدافع اللي خلاك تمتلك موبايل في أقل وقت. الموضوع باختصار شديد إن قوة احتياجك للحاجة اللي أنت عايزها خلت جوارحك وتركيزك وانتباهك منصب بشدة على الحاجة اللي ناقصاك، لدرجة إن مفيش حاجة في حياتك أهم من الحاجة دي. وعشان كده أنت فكرت ودورت على حلول واتجرأت على اتخاذ خطوات ما كنتش هتاخدها لو الأمر كان أمر عادي. أيا كان اللي عملته، المهم إنك في النهاية أصبحت في الفعل تمتلك موبايل تاني. هنقيس على كده أي حاجة عايزين نحققها، ولازم تبقى متأكد إننا في الأمور الغير اعتيادية بيكون عندنا من الجرأة والتركيز والحلول اللي ما بيكونش موجود عندنا في الأوقات العادية. هو احنا لما يكون حد فينا مقبل على الزواج، معظمنا ما بيكونش معاه تكاليف الزواج، ويدوب بيكون معاه زي ما بيقولوا كده بداية الخيط. يعني بيكون لقى وظيفة مثلا، أو معاه تمن شبكة، أو داخل في جمعية، أو إنه لقى عقد عمل في الخارج. على طول بتنور فكرة الزواج في عقله، مع إنه لو فكر إنه يكون نفسه الأول من شغل وشبكة وفرح ومهر، لمبة عقله هتنطفي، ده إذا ما اتحرقتش من شدة التيار. لكن اللي حصل إن القوة فكرة الزواج في مرحلة معينة وسيطرتها على تفكيره وإحساسه إن مفيش حاجة في حياته أهم من الزواج في الفترة دي، هو ده اللي خلى الواحد يفكر ويحاول ويلاقي حلول ويخلي كل تركيزه وانتباهه على تحويل الخيط أو الإمكانيات اللي عنده إلى نواة مشروع زواج. وفي نهاية الأمر بيلاقي نفسه في شهر العسل، مع إنك لو سألته أنت اتجوزت إزاي هقولك والله ما أعرف، كلها تساهيل من عند ربنا. نفهم من كده إيه؟ اللي نفهمه من كده إنك عشان تحقق حاجة أولا لازم من جواك يكون عندك شغف أو دافع يخليك
تكون محتاج الحاجة دي، وتكون الحاجة دي مفيش حاجة أهم منها في الوقت الحالي، وتكون شدة حاجتي ليها أكون أو لا أكون. وعشان الصورة توضح، في فرق كبير قوي بين إني عايز أغير نوع موبايلي وبين إن موبايلي ضاع أو انسرق مني. التفكير والتركيز والجرأة في اتخاذ القرار بتختلف تماما. برضو في فرق بين إني عايز أتزوج زوجة تانية وبين إني لسه ما اتجوزتش أصلا. أظن الفكرة كده وضحت. طيب أنا برضو ما فهمتش المطلوب مني. أنا هقول لك من خلال خبرتي المتواضعة ببساطة. المطلوب من سيادتك أولا إنك تستعين بالله سبحانه وتعالى، وابدأها بصلاة ركعتين ادعي فيهم إن ربنا يوفقك ويعينك في اللي انت نويت عليه، والكل عمل يكون في خير ليك. طيب بعد كده أنا مطلوب مني حاجة تانية؟ لا، انت كده خلاص تقدر تقوم تروح. طبعا احنا كلامنا خلص بس للناس المستعجلة. اما بالنسبة اللي لسه مكملين معانا فنقدر نقول لهم ان مطلوب منك دلوقتي الجانب العملي اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه، اللي هو السعي والاخذ بالاسباب. ولكن عشان ما نطولش الحلقة وعشان نوضح مفهوم السعي وازاي نطبقه، ده هيكون في حلقة مستقلة عشان نوضح بالتفصيل ونفهم ازاي نتحرك صح وايه اللي هنعمله بالضبط، وازاي احول الكلام من انا نفسي ابقى كذا لانا بقيت كذا. لو عايزين نعمل جزء تاني اكتبوا لنا في التعليقات. وسلام مؤقت للحلقة الجاية.